وزي ما وعدتكم النهارده الحلقة مهمة جدًا وعن القماش اللي هو أصل التنجيد، تمام، وكمان هننجد مع بعض الضهر الأنتريه اللي هو الشرايط. أول ما قالوا لي نجيب منين، ناس قالت لي ورشحت لي كتير سوق الخميس، وفعلًا هو تحفة. لفيت كتير أوي وجبت من عند أبو محمد، دي دخلت يا جماعة المخزن بتاعه. عنده حاجات حلوة جدا، فوايد، وكمان عنده اتواب، وده اللون اللي احنا شغالين بيه اللي هو الجلد المقلوب. السعر كان من 60 ل65. راجل مهاود ومفوض وحلو وكل حاجة، وده مش اعلان. هو عنده حاجات حلوة ومحترمة. بوريكم الشغل اللي عنده، وكمان الاسعار تحفة مش هتلاقوها في اي حتة. هسيب لكم رقمه في التعليقات لو انتوا عايزين. تحفة، مليان حاجات حلوة كتير، وأسعاره على القد وحلوة ومش نفخ يعني. ده أبو محمد، سلامي ليه لو روحتوا بقى إيه تشتروا من عنده. راجل محترم وساعدني كمان في الاختيار قوي وطلع لي أحسن حاجة. تمام، يلا بينا بقى. أنا جبت من عنده جلد مقلوب، وده أحسن حاجة تقدري تشدي بيها كده وتعصبي بيها الكنب. اولا لقيته تقيل. لونه حلو قوي، جاي بصوا زي ما انتوا شايفين تشايني كده على فضي، وفي لطشات كده ذهبي. البطانه بتاعته بقى تعرفيه حلو منين؟ بصوا البطانه. اولا باجي اشده كده مش مرن معايا. البطانه باجي افصلها بايدي مش بتتفصل بسهوله. تمام، ولما جيت الاقي حته مفصوله بالعافيه اهي. دي انا فصلها بالعافيه عشان اعرف. لقيت القماشه لوحدها متينه، وكمان البطانه متينه وما بتتشدش بسهوله ومش خفيفه. يبقى كده ده جلد مقلوب من غير ما انت يعني انت مغمضه عينك محترم. خلاص، الحته دي كانت 14 متر. فهي كانت حته فاضله، وادهني تقريبا على 65 او 60، مش متذكره قوي. فقلت يا دوبك تقضي الكنبتين. كنبه 7، كنبه 6، كنبه 8، كنبه 7 كده يعني. وده كمان بصوا مطبوع طبع حلوة قوي. يعني تحسوا ان جلد كده برضو عجبني. كان تقريبا بنفس السعر برضو، وخامته متينة جميلة جدا. ده هنعمل بيه كراسي ان شاء الله. حسبت الكرسي حوالي 6 متر، فده 11. جايبة بزيادة شوية. ده 11 متر. تمام. وزودوا، انصحكم زودوا عن اللي انا بقوله ده. لان الظهر عندي اللي هو الشرايط اللي احنا هنعمله ده بياخد ازيد، طلع بياخد ازيد. فانا هنزل تاني اكمل قماشي. ودي قماشة انا كنت جايباها عرض عرضين، العرض 3 متر ده كان للستاير. تمام. يلا بينا بقى نخش على الجد، ونعرف هنقص ازاي قماشنا عشان نوفر وما نهدرش. بالذات اللي عايز يعمل كابتونيه او شرايط، بالراحه وعلى مهلك واحسبيها صح. اول حاجه انا مش هقص، يعني هاجي اكسي الكنبه، مش هقص القماش. هقص من خلال وانا شغاله عشان ما اهدرش منه. عرض الكنبه عند عرض القماش هنا حوالي 140 اهو اللي انا ماسكاه. تمام، اهو بالشكل ده. وبنصحكم تاني ان انتوا تجيبوا قماش زيادة عشان الظهرية بس اللي قصرت مني، عشان الثنايا دي بتاخد، هقول لكم ليه خلال وانا ماشية بتاخد قماش كتير. اولا بظبط كده القماش بتاعي، بلفه على القويمة من الظهر زي ما انا عايزة، وبشده كويس كده. وكمان بمشيه بقى على القاعدة، عشان انا عايزة اخد بالظبط الطول لكن مش العرض. خدت كده. انا شلت من هنا بس 40 سنتي، بعلم وبعد كده هشد بالمسطرة والطباشير. زي ما انتوا شايفين انا لفة كده ومريحة من الظهر كده بالشكل ده، لغاية باخد بس زي ما قلنا ايه الطول بتاع الكنبة مش العرض. ظبطت خلاص، رحت مريحاه بقى كده عشان ابتدي اقص ال40 سنتي، او ال42 او ال43 اللي انا هقصه على حسب كنبتك. تمام. ريح على ترابيزة براحتك كبيرة، انا هريح كده على الكنبة. هعلم واقص. بصوا انا بوضح لكم كل حاجة ازاي، عشان مفيش حد صدقوني بيوضح الحيثيات دي في اي حتى منجد. بس احنا بينا وبين بعض على اليوتيوب بينا وبين بعض، انا عايزة اخليكم تطلعوا الشغل مخصوص. عشان كده تعبت ان انا اطلع لكم كل الحيثيات دي. مستنية منكم ايه؟ اللايك بس عشان والمتابعة الكاملة، وتعليق حلو منكم عشان، ودعوة كمان عشان الحاجات دي او الفيديوهات دي ينتفع بيها غيركم، وتبقوا انتوا سبب كمان في نفع غيركم ونفعي كمان. شكرا ليكم مقدما. زي ما انتوا شايفين انا ابتديت اقص كده مع كل النقط والوصلة اللي انا عملتها. وما تتسرعوش، انا برضو كل القماش بصوا ال 14 متر كله كله زي ما هو. انا مش مستعجلة خالص في القطعي اهو، حتى سايباه مدلدل، او يعني الفوايد على الكنبة اللي بعد كده. تمام، ما نستعجلش.
فطبعا انا عشان برضو زيكم مش محترفة المهنة، ماشية بدماغي، بحاول بذكاء يعني اقص القماش. فلما جيت قصيت على قد طول الكنبة بالظبط بالاريحية اللي انا شايفاها. لسه هقص تاني بس بالهداوة يعني. اهي اول القماش هنا مريح، الدايرة الحتة اللي من هنا تمام، ريح خلاص. انا كل ده باخد قياساتي فقط لا غير قبل ما ابتدي اقص، وبريح القماش على ظهر الكنب وكمان من فوق ومن تحت، والطول معايا تمام. انا واخده زي قبل ما اقص واخده زياده كمان ان انا ايه، هلفها من تحت عشان تطلع من الظهر، وكمان من هنا باخد زيادة بدخل بإيدي جوه أريح، وكمان بحدد بالتباشيرة زيادة. الزيادة اللي أنا سايباها دي مش على القد، عشان برضو هريحها واردها من الظهر وهتتدبس عشان تتشد زي ما احنا شايفين. الفيديو مفيد وخطوات مقدمها لكم بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين انا جبت ظهرية المقص وابتديت ادخل في كل الحتت اللي انا شقاها هدخل فيها القماش، بس دايما ايدي تتأكد ان القماش قبلها زي ما اتفقنا انه مكفي ان هو يتدور كده ويجي زي ما انا بوريكم مع الخشب. خلاص هبتدي اقص بعد ما اريح بايدي واحس انها داخله في الثنايا او فتحات اللي انا عاملاها عشان تتعشق صح. تمام، اقص بعدها، وطبعا هسيب زياده كمان يعني هريح لجوه واقص بعدين زي ما انا شايفه، وايدي بتريح في القماش زي ما انتوا شايفين، وابتدي ادخل الحاجات اللي انا قصيتها عشان ترد من الناحيه التانية، وهدبسها وهوريها لكم دلوقتي. وبرده من تحت الشقوق دي كلها اللي عملناها دي هتاخد قماش كتير على فكرة، عشان كده بقول لكم هاتوا قماش زيادة. وهنا ابتديت اخد بقى اللي حطيناه بايدينا من الناحية التانية من الوش، اترد من الظهر، وهنبتدي ندبسه. وكده ده شغل المنجد اللي بيعمله عشان يشدلك القماش حلو جدا على الخشب بتاعك وما يرخيش وتحسيه ان هو مشدود ومتين. تمام، خطوة مهمة. الخطوة اللي بعد كده ده قماش نايلون، البقرة دي موجودة عند أي موان. قماش كده حلو سوري، خيط حلو بيتحمل الشد. تمام، هنحطه كده بالشكل ده في الشق ده، أول شق كده معانا ناخد بالنا وندبسه. طبعا الدباسة دي مهمة جدا جدا تبقى في حياتنا يعني. هاتوا واحدة، الأسعار حلوة في حدود 250 300 جنيه، وهبقى أقول لكم في فيديو منفصل عن الأنواع. ابتدي بقى اشد، خلاص انا دبست اوله، اشده من الظهر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على قد ما تقدري. تمام، وادبسها من الظهر. وخلوا بالكم من الاتجاه اللي هتدبسوا فيه عشان ما تدبسوش في اتجاه معاكس تيجي تخرجي قماش ما تعرفيش. اهو بصوا بقى شدت ازاي، بصوا عملتها بقت غطيسه قوي ازاي. يلا وهكذا الباقي بقى، نريح بايدينا القماش ويلا على تاني شق معانا في السفنج. نشد القماش حلو عليه وندخل برضو بجنب المقص معانا بالشكل ده. الموضوع سهل صدقوني وممتع، وهتحسوا بفرحة وانتوا شغالين بتعملوا حاجة بايديكم لبيتكم، بالذات لما تطلع الفينش حلو. اهو بالشكل ده، وادخل برضو من تحت كده الزوايد تلف من الناحية التانية، وبرضو نعيد التكرار، نعمل تاني برضو خيط معانا ونشده جامد جدا. ده الخيط ده يساعد ان يحافظ على الشق ده ان هو يشده جامد ويبقى معانا بالشكل ده، يحافظ على المنظر يعني. طبعا خدت قماش معانا، انا مدبسه كده اول واحده، الباقي بقى هنعمله بنفس التكنيك، وهنرجع نحط في الاخر جالون تاني عليه متبطن ومعمول على فكره على المكنه، بس في الاخر خالص في الفينش الاخير للكنبه هبقى اوريه لكم. تعالوا شوفوا هنا برضو الجنب زي التاني ما عملناه بفنشه ازاي. بس خدوا بالكم الجنب ده مهم عشان فيه القماش كله، يعني انا زي ما قلت لكم انا ما قطعتش ال 14 متر. ليه؟ عشان اشوف انا هستهلك قد ايه، عشان ما اقطعش بزياده ويأثر معايا القماش. فاهمين؟ اهو يعني لسه ما قطعتش خالص، انا بفنش زي ما انتوا شايفين اهو، الجنب زي الجنب اللي فات اهو، بشوف اقص قد ايه وابتدي اعلم. هو تقريبا خد حوالي 3 متر من ال 14 متر، ده اول 3 متر انا بقصهم من ال 14 متر. شقيت شقة بسيطة، ببتدي كل شوية اتأكد انا بقص ايه وبقص ازاي. خلاص
بريح من هنا، شقيت من فوق عشان اعلم بس. وبعد كده ابتدي اقص حوالين الدراع الكيرف بتاعه. طبعا ايه، غطست بايدي الاول عشان يرد الناحيه التانية. بعمل دايما زياده واريحيه في القماش، ما بقصش على القد عشان ما يقصرش مني ازعل. وكده تمام. قصيت من تحت وسايبه حته زياده، وابتدي بقى ارد من الناحيه التانية، واشد جامد وادبس، واشد جامد وادبس. مش الكسر وكل ده هيتدارى ان احنا هنعمله حته قماش كبيره تتدارى في الاخر. وهي دي زي ما قلت لكم اثرت معايا في القماش. 14 متر كان قليل معايا، فهنزل اجيب تاني حوالي 3 متر او 4 متر للكنبتين بأريحية زيادة كمان. تمام اهو. كده خلصنا خلاص. عملت الجنب، بصوا مشدود ومنفوخ ومظبوط وجميل ازاي. هو ده اللي احنا عايزينه نوصل له في كل تنجيد، كل حتة في الكنب، ان تبقى منفوخة كده ومشدودة ومظبوطة بالشكل ده. طبعا انا بقى هكمل التدبيس. الموضوع كده بالنسبة لكم هيبقى سهل ان انتوا تعملوا المرحلة دي اهي. حتى في عكعكة شوية من فوق لانها ما تشدتش. ناخد بالنا جدا من الشد، نشد القماش كويس وندبس من ورا ومن قدام. وفي الحلقات الجاية ان شاء الله انتظروني، هنكمل مع بعض الدراع ومليان حيثيات صغيرة، فمش عايزة لخبطكم، هعمله لكم في فيديو منفصل. دعمكم مهم جدا لميرا لو انتوا عايزينها تواصل في حاجات كتيرة قوي نفسي اقدمها لكم الصراحة. ما تنسونيش وانتظروني في الحلقة الجاية، مهمة جدا. سلام.